طبعا كلنا سمعنا عن قضية فيصل اللبيني واللي حصل فيها ومقتل ست وأطفالها الثلاثة. القضية باختصار هي عبارة عن ست عندها 3 أطفال. لقوا طفلين موجودين قدام مدخل عمارة، سيف وجنى. سيف 13 سنة تقريبا وجنى 11 سنة. الأطفال في إعياء شديد وبعدين توفوا في الحال. وست برضو نقلها واحد ادعى ان هو جوزها للمستشفى في حالة تسمم، وبعد كده الست بعدها بيومين 3 اتوفت. والطفل الثالث ما رضيش يشرب العصير اللي فيه المادة السامة فتم إلقاؤه في الترعة. طيب ايه اللي حصل؟ ان الست دي كانت في مشكلة كبيرة جدا مع جوزها، فالست اخدت اطفالها ال3 وراحت قعدت عند واحد كان بيبيع مستلزمات بيطرية في المحل كانت بتتردد عليه قبل كده. وبعدين يعني اللي احنا عرفناه ان هو انها طلبت منه ان هو يساعدها ان يلاقي شقة تقعد فيها هي وولادها، وطبعا حصلت الحادثة. طيب الست دي غلطانة؟ الست دي خاينة؟ الست دي وحشة؟ الله أعلم. ما ينفعش نقول أو نتهم ست بالخيانة أو بالزنا من غير أدلة تتكلم عن الواقعة دي. طيب إيه اللي يخلي واحدة ست معاها 3 أطفال تلجأ لراجل غريب عشان تقعد عنده وأبو الولاد موجود؟ كتير جدا بنلاقي رجالة غير مسؤولة لا يذكروا ان هم رجالة اصلا، متجوز وعنده ولاده ومش عايز يصرف عليهم ولا عايز يدفع لهم فلوس ولا عايز يهتم بولاده، تمام، ورميهم. طبيعي ان الست دي لا لقت لا اب ولا اخ ولا عم ولا خال حد تلجأ له، لجأت لراجل غريب علشان تقدر تصرف على ولادها او تقعد هي وولادها. هتروح فين بولادها ال3؟ ليه ما راحتش بيت اهلها؟ فين اهلها من 20 يوم؟ فين جوزها اللي ما سألش عن ولاده؟ فين الناس دي كلها؟ ان هم يسيبوا ام و3 اطفال ما يلاقوش ملجأ غير راجل غريب يروحوا يقعدوا عنده، وبعدين نرجع نلوم عليها ونقول انها ست وحشة وسمعتها وحشة وست خاينة. ازاي يا جماعة؟ اشباه الرجال اللي احنا بنشوفهم في كل مكان وفي كل حتة، الراجل اللي مدوخ مراته في المحاكم عشان بس يصرف على عياله. ليه؟ الست هتعمل ايه؟ ليه بتخلوا الستات تلجأ انها تبقى تستغل؟ ده زمان يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايام الصحابة وايام الرسول كانوا بيتجوزوا المطلقة وكانوا بيتجوزوا الارملة عشان يعفوهم ويمنعوهم ان هم يصرفوا عليهم ويصرفوا على اولادهم. فين الرجالة؟ ازاي سايب ولادك ال3 وامهم عشان مشكلة ما تعرفش عنهم حاجة، ما تعرفش هي قاعدة فين؟ فين ابوها؟ ما سألش عليها ليه؟ فين اخواتها؟ فين الناس دي كلها؟ وبعدين بعد ما تحصل المصيبة نرجع نلوم على الست ونقول ان الست هي اللي وحشة والست هي اللي خاينة والست هي اللي شمال. طب والباقي فين؟ ايه اللي خلى ست محترمة زي دي تعمل كده؟ ايه اللي خلاها تلجأ لواحد وثقت فيه وطلع زبالة؟ وبعدين احنا كمجتمع نحكم على الست ان هي اللي وحشة، لكن الراجل يكون عادي، نزوة. الراجل يعمل هو عايزه عادي، مفيش اي مشكلة، ده هو نزوة استحمليه. معلش اصل كل الرجالة كده. احنا بقينا بنعيش مع اشباه رجال، مع اشباه رجال. اي راجل متجوز حضرتك مسؤول مسؤولية كاملة عن مراتك وعن عيالك وهتتحاسب عليهم. عيالك اللي انت جبتهم الدنيا دول انت هتتحاسب عليهم، هتتحاسب على اكلهم وشربهم وتعليمهم وتربيتهم. ما تسيبش مراتك طول النهار والليل متشحططة ما بين الدروس وما بين المواصلات وما بين الميكانيكي وما بين السمكري والسباك وترجع تقول اصلها وحشة. انت كراجل مسؤول عن مراتك مسؤولية كاملة.
الرجال قوامون على النساء بأموالهم. يا ريت نبطل نعمل كده، عشان ما تجيش في يوم وليلة تلاقي نفسك خسران بيتك كله، خسران مراتك وخسران ولادك، وتدي فرصة لأي حد أيا كان إنه يستغل الفراغ اللي انت سايبه. يا ريت ما نحكمش على حد من غير ما نتأكد. يا ريت ما نقولش كلام ونردد إشاعات من غير دليل. التحليل النفسي لخيانة الست للراجل إنه أصلا مش راجل، لأنها لو لقت فيه راجل ما كانتش خانته، ما كانتش دورت على غيره، ما كانتش أمنت لواحد تاني ما تعرفوش وفضلته عليه. وده مش مبرر للخيانة، أنا مش طالعة أبرر للخيانة، ولكن كون راجل علشان مراتك تحترمك. كون راجل بمعنى الكلمة ومسؤول علشان هي تقدرك وتستحملك وتكون ليك زوجة أصيلة ومحترمة. لأن احنا اللي شايفينه أشباه رجال. أنا بتعامل مع يعني بحكم شغلتي كتدريس، أبص الاقي الولد مثلا واخته مثلا لو توأم، الولد معتمد على اخته في كل حاجه، عايزها تعمل له الواجب وتعمل له يغش منها ويعمل، وهو ما بيعملش حاجه. الرجاله ما بقتش رجاله، فوقوا بقى، فوقوا. يا ريت نتحمل مسؤوليه. يا ريت المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده يبدا يتعدل ويتصلح. كل عندها ولد ربيه انه يبقى راجل، ربيه انه يبقى مسؤول، ما تدلعهوش علشان ما تطلعلناش الاشكال اللي احنا بنشوفها دي. ما تخشيش بابنك بيت الناس وانت عارفه ان ابنك ده مش هيعرف يصرف على بيته ولا يصرف على اولاده. ما تخشيش بابنك وتروحي تاخدي واحده من بيت اهلها مصانه ومعززه ومكرمه وانت عارفه ان ابنك مش قادر يصرف على نفسه، مش عشان تخلصي من ابنك تبليه للناس. يا ريت الناس بعد اذنكم تربي كويس. فوقوا وربوا عيالكم، فوقوا وما تجيبوش سيرة حد، ما تجوش على حد من غير دليل. ضرب المحصنات ده حاجة ليها أجر، ليها عقاب كبير جدا عند ربنا، ليها جزاء كبير جدا عند ربنا. فيا ريت نحترم الموتى ونحترم الناس وما نجيبش سيرة حد، وربنا يرحمها ويتولاها وتاخد حقها في الآخرة زي ما هي معرفتش تاخده في الدنيا. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل غير مسؤول عن عياله وعن مراته، في كل أخ وكل أب رامي عياله ومراته ما بيسألش عليهم ومقصرين في حق بناتهم وسايبينهم كده ما بيسألوش عليهم وما بيعرفوش عنهم أي حاجة، لأن انتوا السبب في إن ممكن تحصل جريمة زي دي، وممكن تخلوا واحدة زي دي تلجأ لواحد غريب ويكون أحسن منكم. مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.